طب انت جددت لزيزو كم مره؟ يعني انت تعاقدت معاه مره، جددت له كم مره وانت موجود؟ مره. اتعاقدت مره وجددت مره. بس قولا المره واحدا. اللي انا جددت له دي كنتش بجدد له، كنت ايه؟ كنت بصلح غلطه كابتن حسين لبيب ولا كابتن ولا اللجان ولا طب قولا واحدا اللي هي ايه عشان بقى، اللي هي ان هم حاطين له شرط جزائي. يعني يعني ممكن انا، يفسخ عقده. لا هو بيتعامل ان هو فري، يعني هو لما انا رجعت الزمالك هو كان بيتعامل ان هو فري، يعني عقده تلات. هيدفع الشرط الجزائي ويمشي. ايوه هو بيقول لك انا هجيب لك 24 مليون جنيه في اي وقت وامشي، فانا يعني انا قاعد في الزمالك عشان بحب الزمالك بس. طب سؤال، وقولا واحدا وشهاده قدام ربنا، هل في المره اللي اتعاقدت معاه فيها اول ما جيت جددت او عملت العقد، هل والده ليه اي علاقه باي آه، نسبة وكيل أو أي لا فلوس شهاده أو طلب لله أي لا. فلوس؟ عشان بس الكلام اللي بيتقال اللي هو لا سخيف، فالوحيد اللي ممكن من حقه يرد على ده الراجل اللي جابه وكان بيجدد لا له لا كمسؤول على الكورة. الشهاده لله ما حصلش، الشهاده لله. من اول مره جبته وتاني مره، يعني اول مره جبته دي ما كانش نجم، فممكن تقول مثلا ما كانش ينفع يطلب حاجه. تمام. تاني مره دي، ده انا بديله بجدد له مش عشان ازود سنين، عشان اشيل الشرط الجزائي. يعني اه، زودت سنه وشلت الشرط الجزائي، يعني كاني بشتري الشرط الجزائي اللي اللجنه اللجنة حطها. المعينه حطيتها، حطوا له شرط جزائي هزيل يعني. مم. ف فجددت معاه عشان اشيل الشرط الجزائي، وطبعا عليت له عقده. هو ابوه شاطر، يعني ابوه راجل شاطر جدا وممكن يقعد. شاطر عشان ده ابنه مش بياخد حاجة، مش بياخد فلوس، مش بياخد نسبة، مش بياخد كوميشن، مش بياخد حاجة. على فكره هو موضوع عرض وطلب، هو لو هو ما هو يعني لو انا موجود، هو مبدئيا ما طلبش، بس لو انا موجود وهو طلب، خلاص هو عرض وطلب هقول له لا. من غير ما بس هو ما طلبش منك ده وما حصلش منكم الكلام في انا ده. الخمس سنين اللي انا موجود فيهم في الزمالك ما دفعتش جنيه عموله للوكيل، عشان بس يبقى انت فاهم. امال الوكالة بتاخد فلوسها ازاي؟ بياخد من اللعيب، بياخد من النادي اللي بيبيع له، جنيه طلع من نادي الزمالك. لا تعالى لي في الحتة دي يا استاذ امير بس بالراحة كده عليا. انت 5 سنين في النادي، مفيش فلوس من خزنة النادي طلع منها نسبة وكالة لأي وكيل؟ صفر. ده في ناس. طب استنى بس، مم. يعني ايه صفر؟ أولا هو منطقي إن بيطلع نسبة للوكيل، يعني هو مش حاجة غلط، ده واحد. لا مش حاجه غلط اتنين، طبعا، ده اللي الفيفا هو بقت بتنظم اصلا عمولة الوكالة طبعا. اتنين، هو أول حاجة الناس استخدمتها ضد أمير هي فكرة إن أمير عمل فلوس كتير جدا من السمسرة ووكالة اللاعبين، اللي هو بيطلع نسبة الوكيل اللي هو أصلا الوكيل ده أمير، فبيطلعها من هنا كمسؤول وبياخدها من الناحية التانية. تمام. فانت بتقول لي ان الدفاتر بتقول انه صفر نسبة وكالة في نادي الزمالك في ال5 سنين دول؟ لا اشرحها لي. لا اصل انت دلوقتي فتحت موضوعين عكس بعض. لا ما هو انا النهارده انت الفلوس اللي بتكسبها دي او اللي الناس بتقول انك بتكسبها، انا ان انت بتتربح. فاسد يعني فاسد مش. وبتتربح، فاسد وبتتربح في ايه؟ ان انا هجيب احمد الهواري ووكيله عمر، مم. فهدي لعمر نسبة، اللي هو عمر ده واحد صب، ده برافون بتاع امير، فهديله فلوس الوكالة اللي هي تصب في جيب امير، فاحمد الهواري ده ملوش اي قيمة في النادي بس هجيبه عشان نعد فلوس وكالة. مم. انت بتقول انا ما بدفعش وكاله. لا مش انا، نادي الزمالك اصلا ما اه دفع، يعني يعني نادي في الزمالك. وجودك، لا لا انا بتكلم في وجودك، ما وفي اعرفش قبل وجود كده او بعد المستشار، كده. لا او في من وجود مستشار مرتضى. 2014، من 2014 لحد ما مشينا خلاص ما بندفعش عمولة الوكيل. طب انت عارف يعني، بص يا قبلت احمد، انك تسمع الكلام ده وتسكت؟ ما انا برد. بترد ايه؟ ما قلت هو 500 مرة، قلت بص يا احمد. واحمد يحيى ويحيى علي، واصل ما حدش يخش الزمالك الا من احمد يحيى ويحيى، اصل في لعيب، ده في واحد لعيب كان جاي الزمالك، اقول لك بالاسم، اتقال انه بس بلاش عشان بقى موجود دلوقتي في مصر. ده انا بقول لك جروبات الزمالك بقى والناس الزملكاويه، واتقال امير قال له يا تمضي مع احمد يحيى ويحيى علي يا ما انتش داخل الزمالك، فراح الاهلي. ايه ده؟ طب ممكن واحدة واحدة اه هرتب لك الحاجات دي، مع ان موضوع احمد يحيى ويحيى علي وبتاع عارف قلته كتير بس لا انا مش فارق لي، مش فاهم هفتحه. كتلة بحثا. انا مش هفتحه لاني في طيب الاخر أنا مش ببرئك ولا بهاجمك، بس انت ما قلت لي صفر، احنا بنتكلم كده في ورق مثبت. خلاص انا احمد يحيى ويحيى علي وكل وحبشي كل دول شركتك لا كل لا شغال معاك، انت ما بتطلعش لهمش نسبه، انت استفدت ايه؟ انا كامير اه ولا يعني انا، كنادي ما. لا انا ماليش دعوه بالنادي، انا بتكلم في تربح امين. ما هو في يا الاخر انت حبيبي بتقول امير ما ده فيش ليه نسبه. فلوس، امير ده ليه فلوس اصلا لحد النادي، لحد دلوقتي جوه النادي ما خدهاش، ومش بورق، عشان احنا كنا بنتعامل بان النادي ده بيتنا يعني، اشيك من كده، وما طلبتهاش ومش هطلبها. يعني ليك ممكن. فلوس في نادي الزمالك؟ لا يعني في لعيب، يعني بص شفت بقى الحاجات اللي بتحصل دلوقتي، اللي يقول لك مثلا احمد حمدي مش عارف كان بيعمل عمليه ما وليه حدش بعت 1700 له يورو فلوس مش عارف اه. ايه، الحاجات التافهه دي
ارقام انت التافهه دي بتغطيه. لا مش بغطيها، عيب نتكلم فيها اصلا. عيب. سعد روح افتح تابلو العربيه، خد الفيزا، اسحب من الاي تي ام بتاعه، ودي كابتن ونش، او ادي كابتن طارق، او ادي كابتن مش عارف. ده حاجه معروف يعني. واللعيبه كانت عارفه ده.